تفتكر ليه الاغاني زمان كانت طويله؟ بكل بساطه ده السؤال اللي اتسال لام كلثوم في لقاء من اللقاءات، وكانت اجابتها بسيطه، يعني ان الاغاني يا جماعه مش طويله، الناس هي اللي بتطلب ان احنا نعيد يعني فبنطول. في الواقع ان الاغاني ما هيش طويله، ولكن في المسرح بنبقى خاضعين لطلبات الجمهور. لكن هل فعلا دي الاجابه النهائيه للسؤال ده؟ بكل بساطه هو في اكتر من عامل، يعني مثلا منهم عوامل ان اصلا الوصول للاغنيه كان صعب، يعني ما كانش فيه موبايلات وساوند كلاود ان الناس تقدر تسمع الاغنيه في اي وقت، فكانوا بيروحوا الحفله مخصوص عشان يسمعوها، فكانت التجربه نفسها المفروض تكون طويله لانه صعب ان هو يسمع الاغنيه دي تاني بشكل كبير. جزئية تانية ان الناس كانت بتتعامل مع الموسيقى او الفن كتجربة كاملة، مش 3 دقايق وتمشيني. علشان كده هتلاقي الحفلات زمان الناس كانت بتقعد على الكراسي تستمتع بالسيمفونية او العزف بتاع المزيكا الاول، بعد كده تدخل الكلمات، فكانت التجربة كلها تجربة كاملة. غير كده في حاجة مهمة جدا كمان احنا ناسيينها، ان رتم الحياة زمان ما كانش زي دلوقتي، الدنيا ما كانتش سريعة. يعني لو بنتكلم على اغنية في الحب فكان اصلا العلاقات بتاخد وقت، جوابات من هنا على جوابات من هنا، على ما يبدا ان هم يشوفوا بعض، على ما كل حاجه كانت بتاخد فتره. لكن دلوقتي انت ممكن تعرف واحده وتكلموا وتخرجوا وتنزلوا وتموف اون كل ده في 4 ايام، فهيناسب معاك طبيعي اغنيه 3 دقايق وتكون خلصت علاقتك بعد كده. لكن الراجل ما كانش يقعد زمان يقعد يحب بالثلاث 4 سنين، هو بس بيبعت جوابات علشان يتقال له اغنيه 3 دقايق. فوتشز رتم الحياه كان اهدى، التجارب كانت بتاخد وقتها وبتاخد طبيعتها، والموسيقى نفسها كانت تجربه اكتر ما هي مادة استهلاكية زي دلوقتي. عامة دي مش اجابة صريحة او نهائية للموضوع، هو بس انا طرحت تساؤل وبحاول ان انا افكر معاك. فقولوا لنا في الكومنتس ايه كان الافضل، الموسيقى اللي تجربتها كاملة بتقعد مثلا بالساعة، ولا ال3 دقايق اللي احنا بناخدهم بيس اوف كيك نحطهم في جبنة ونمشي بس. دي ملاحظة بقى للناس اللي في الآخر، يعني أنا غيرت الجلابية يا شباب وكويتها، ويتشز إنتاج فظيع يعني. وفي كمان حاجة، أنا بقول ويتشز كتير، ويتشز ما تاخدش بالك.